بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات ايزي كيتشن. الفيديو بتاع النهارده زي ما انتم شايفين كده فيديو اقتصادي جدا نظرا لغلاء الاسعار اللي كل الناس بتمر بيها اليومين دول. هنعمل مع بعض الصابون السائل او صابون المواعين بطريقه اقتصاديه. زي ما انتم شايفين كده عملت 6 لتر بحوالي 22 جنيه، يعني اللتر ما كملش حتى 3 جنيه، يعني ما كملش 4 جنيه. وهوريكم دلوقتي الرغوه بتاعته كده زي ما انتم شايفين. بصوا رغوته حلوه جدا، عشان الناس بتقول مش بيرغي، لا بيرغي وبيلمع وبينضف وريحته حلوه قوي. يعني بجد بجد توفير ونظافه وكل حاجه حلوه تاخديها من الصابون ده. وهوريكي كمان نوع الصابون اللي انا بستعمله، عشان ما يضحكش عليكي بقى تجيبي نوع مش كويس وكده ويطلع بايظ معاكي وتزعلي. شايفين بصوا اللمعه بتاعته حلوه ازاي في الحوض. ما كانش عندي مواعين بقى فقلت اجربه في الحوض عشان كنت لسه غاسله المواعين. بس بجد رغوته حلوه جدا جدا وبينضف قوي. انا بعمله كتير مش اول مره، قلت افيدكم بقى بالتجربه بتاعتي ونوفر مع بعض، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا يا رب. هوريكم بقى النوع اللي انا بستعمله مع بعض. بصوا ده النوع اللي انا على طول بجيبه، اسمه هاي لوكس زي ما انتم شايفين كده. في منه بالتفاح وفي منه بالليمون. انا كل مره بجيب بالليمون، جبت المره دي بالتفاح بقى، وريحته حلوه جدا برضه. دي طريقه العمل بتاعته، مكتوب عليه بيعمل 6 لتر ومكتوب عليه الخطوات بتاعته. بس انا حابه اوريهولك كده يعني بالخطوات تشوفيها احسن عشان تثبت في دماغك. هنفتح الكيس الاول. الكيس ده ب 22 جنيه. هتفتحيه كده هتلاقي جواه 2 كيس صغيرين كده. واحد كيس فيه زي جل والتاني فيه باودر كده عامل زي حبيبات السكر. هنفتحهم الاتنين مع بعض واوريهم لك برضو دلوقتي شكلهم ايه. ده متوفر على فكرة في كل المحلات، بس ده تقريبا احلى نوع تجيبيه مضمون. يعني انا جربته كتير بصراحة ما فيش ولا مرة باظ مني، عشان في انواع تانية كتير. ده هنفضيه اهو. اول كيس عبارة عن جل كده زي ما انتم شايفين، ده شكله. وهنفضي عليه الكيس التاني ده اللي هو عبارة عن بودر برضو. ده زي ما قلت لكم بريحة التفاح الاخضر، هتلاقوا لونه اخضر. لكن التاني اللي كنت بجيبه بالليمون كان بيبقى لونه اصفر. وبصراحة الاتنين احلى من بعض وريحتهم حلوين جدا جدا بصراحة يعني. حطيت الاتنين كيس على بعض كده وقلبتهم يعني 3 دقايق لحد ما بس البودر ده يدوب كده، وتلاقي الحبيبات دي اختفت خالص، كأنك مثلا ايه بتقلبي سكر كده والسكر ده بيدوب معاكي. بصوا حتى بيبقى ايه شكله هيتغير اهو. هتفضلي بقى تقلبي كده. ده عندي المعيار اللي بعاير بيه، ده شفشق عادي بس هو مدرج كده. ده لحد 2 لتر. شايفين ادي 2 لتر اهو. انا طبعا هعملاه ميه من الحنفيه، ميه عاديه 3 مرات عشان اخد ال6 لتر. ممكن لو انت عايزاه اتقل من اللي انا هعمله تقللي مثلا لتر تعملي 5. لو انت عايزاه ازيد ممكن لحد 7 لتر. بس بصراحة هما 6 لتر مظبوطين جدا جدا يعني. انا كده بفضي بقى اول 2 لتر. لو انت ما عندكيش بقى الشفشق المدرج ده، ممكن تستخدمي شفشق الخلاط. وممكن تستخدمي كمان الازاز اللي هي بتاعت المية المعدنية دي. الازازة بتبقى لتر ونص، هتبقى كده هتملاها وتفضيها 4 مرات، عشان بس يبقى المعيار مظبوط بتاع الميه، ما يبقاش ايه يطلع منك ولا خفيف ولا تقيل، يطلع مظبوط. هما ال6 لتر بصراحه مظبوطين جدا جدا. هقول لك كمان بقى واحنا ماشيين كده في الخطوات، لو جبتي مثلا اي نوع مش كويس وطلع خفيف معاكي وعايزه تقليه تعملي ايه. دي بقى خلاصه افكاري انا بقى بجرب، بحب اجرب يعني. لو باظ منك ولا حاجه وطلع خفيف، او جبتي نوع وطلع مش حلو، او الميه زادت منك، هقولك برضو تعملي ايه. حاجه بسيطه جدا وعندنا موجوده، هقولها لك تعمليها ان شاء الله عشان يتظبط معاكي قوامه ويديكي قوام حلو جدا. انا كده عماله ازود الميه واقلب، ازود واقلب لحد ما خلصت الايه ال6 لتر كلهم. وسبتها حوالي ساعتين الخلطه على بعض كده، كل ما تسيبيها تتقل كل ما تسيبيها تتقل. يعني انا بعد ما خلصت وقلبت كويس جدا سبتها ساعتين، كل ما تسيبيها تتقل معاكي. حتى هي مكتوب على على الكيس كده انك كل ما تسيبيها ساعه او 2 بعد ما تخلصي تتقل معاكي. بصوا شكلها عامل ازاي، بقى لونه رايق كده ولونه بقى شفاف. في الاول اول ما تحطي اول كميه ميه هيبقى لونه مش شفاف. هتقولي بقى الصابون باظ مني وخفيف عامل زي ميه، لا استمري وافضلي حطي في ميه ما تخافيش، هتلاقيه تقل معاكي واتظبط قوامه. بصي المطه دي، اول ما تشوفي المطه دي تعرفي ان هو كده مظبوط معاكي.
شايفين عاملين خيوط كده زي الصابون اللي بنجيبه من بره. بصراحه اسعار الصابون اللي بقينا نجيبها السائل بقت مبالغ فيها جدا. اللتر السايب دلوقتي النوع النظيف اللي تعرفي تستعمليه يعني بقى ب10 جنيه، غير الازايز بقى الانواع الجاهزه دي سعرها عالي جدا بصراحه بقى، يعني الموضوع مبالغ فيه. فانا لما جربت الخلطات اللي بتاعت الصابون دي عجبتني قوي، فقلت افيدكم بالفكره، يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتنا يا رب. يعني حاجه نوفر بيها يعني في ظل الغلاء اللي احنا فيه ده. شايفين قوامه عامل ازاي بعد ما ارتاح ساعتين كده؟ انا هوريكم برضو دلوقتي الرغوه بتاعته. هاخد شويه كده احطهم على شويه ميه واوريكم الرغوه بتاعته عامله ازاي قدامك، كل حاجه قدامك اهو. بصوا، انا بحب طبعا اغسل المواعين بتاعتي بالسلكه الناعمه دي، بالذات الالومنيوم يعني عشان تلمعها. شايفين الرغوه بتاعته حلوه وعاليه ازاي، جميله جميله وبجد ريحته تحفه. النوعين اللي بالتفاح واللي بالليمون الاتنين روايحهم اجمل من بعض. بصوا الرغوه عامله ازاي، حلوه جدا بجد. النوع ده حلو قوي وانا مجرباه كذا مره وما تقلقوش منه خالص خالص. زي ما قلت لكم الكيس ب 22 جنيه بيعمل 6 لتر. ممكن تزودي لتر او تقللي لتر، بس بصراحه ال6 لتر مظبوطين جدا. شايفين الرغوه عامله ازاي، وبينضف قوي وريحته حلوه قوي ومش بيسود الضوافر ولا حاجه. في انواع صابون كده لما تجيبيها تلاقي ضوافرك اسودت وايدك اسودت، لا ده بصراحه جميل جدا. عايزه اقول لكم بقى السر اللي هو لو اي نوع صابون معاكي سائل بتعمليه زي كده وطلع خفيف معاكي او قوامه ما عجبكيش، يعني هتجيبي ربع كوبايه زيت، زيت الاكل العادي بتاعنا ده. بعد بقى ما تخلصي خالص وتحطي كل كميه الميه وتسيبيه مثلا يرتاح زي ما انا قلت لك ساعه او ساعتين، لقيتيه لسه خفيف، هاتي بقى ربع كوبايه زيت كده وتحطيها عليه وتقلبي تقلبي. احنا كده بنعمل عمليه التصبن، دي عمليه كيميائيه طبعا الناس عارفينها اللي هي الكيميائيين. انت لما تحطي الماده الدهنيه دي اللي هي عباره عن الزيت بتخلي الصابون تقيل معاكي، وكمان بينضف، بيدي نظافه اكتر على فكره، بينضف اكتر. بس هو بصراحه الخلطه دي مش محتاجه، انا بقولك لو مثلا ما ظبطتش معاكي او جبتي نوع مش كويس ما ظبطش معاكي ما تزعليش خالص، هاتي ربع كوبايه زيت وحطيها وافضلي قلبي برضو 3 4 دقايق كده، هتلاقيها تقلت معاكي وبقت حلوه جدا، وكمان هيدي نظافه احسن. كده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا. يا رب يكون عجبتك الفكرة، ويا رب نكون قدرنا نوصل اي معلومة توفر معانا. وما تنسيش اللايك بقى بعد اذنك، يعني لو انت استفدتي من الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة لو حضرتك لسه ما اشتركتيش. واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.